بأسهل وأسرع طريقة نعمل النهاردة الكريب للتفريز أو حتى وقتي في التنفيذ، وبما إنها كريب فأسهل حاجة تتعمل معاها هي الشاورما الفراخ. فخلونا قبل ما نبدأ كالعادة أيها السادة ندعي لأخويا والأم والأمواتنا بالرحمة ونصلي على الحبيب لأجل قلبي وقلبكم يطيب وندخل في التفاصيل على السريع. واوعى كالعادة تنسى اللايك. خلونا الأول نتبل الشاورما الفراخ عشان دي بتحتاج إن هي تشرب من التتبيلة من 2 ل3 ساعات حد أقصى. المهم إن إحنا نقطعها شرايح متوسطة زي ما أنا بعمل قدامكم بالظبط، وفي بولة حلوة كده نبدأ نسقط فيها الفراخ وعليهم شويه البهارات الاتي: شويه ملح وفلفل اسود وتوم بودره وبابريكا ورشه من بهارات الفراخ، عليهم شويه الخل ورشه زيت زيتون، ونختم باخر حاجه علبه صغيره من الزبادي، ونقلبهم في قلب بعض عشان نتاكد ان التتبيله واصله لكل مكان، وبعد كده ندخلها في قلب الثلاجه تتساب زي ما قلت في بدايه الشرح من 2 ل3 ساعات عشان تشرب من التتبيله والطعم يكون معاك فله شمعه منوره. والشاورما كده مش ناقصه معانا غير ان احنا نقطع شويه بصل لشرايح جوليان وزيهم فلفل اخضر او حتى الوان او موحوح لو عايز تظبط الكلام. ووقت التجهيز على نار متوسطه تجيب الطاسه اللي ما بتلزقش تديها بخبخه او بخبختين من الزيت حد اقصى، عشان ما تنساش ان احنا حاطين على الخليط الزيت بتاعها. نبدا نشوح الاول الشاورما ونديها نص او 3/4 تسويه حد اقصى ونرفعها من الطاسه، وفي نفس الطاسه ننزل بشويه زيت وناخد البصل كرمله مع الفلفل الالوان اللي احنا جهزناه. اول ما تحسوا ان هم هيدخلوا في مرحله التسويه نرجع عليهم الفراخ مره ثانيه ونقلب الخليط ده كله في قلب بعضه لحد ما كل الصوص تتشرب تقريبا، ونسيبها تبرد خالص ونبدا نجهز بيها اللي احنا عايزين نجهزه. نعمل مع بعض عجينه الكريب اللي تقدر تحفظها في الفريزر من يوم لحد 10 ايام. هنجيب البوله بتاعتنا وننزل فيها بمعلقه كبيره من الزبده وعليهم كوبايه كبيره من حليب بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش ساقعه ولا تكون سخنه مغليه، وننزل عليهم ب3 بيضات ونبدا نضرب البوله. ولكن عشان نتفادى الغلطه اللي حصلت قدامكم فنحطها في بوله اكبر او حتى نضربها في الخلاط. مش هيكون ناقص معانا غير حاجتين: شويه الملح اللي هننزل بيهم ونضرب الاول الخليط ده، وبعد كده هنبدا ننزل بربع كوبايه من الدقيق وننزل بيهم حبه حبه لحد ما نوصل لقوام الطحينه المصريه، يعني لا تقيله ولا خفيفه. وعشان تطلع معاك الكريب صافيه 100% قدر المستطاع هنصفي الخليط ده في بوله ثانيه، واي شوائب هنشيلها ونغطي عليها ونريحها في الثلاجه ساعه حد اقصى. عشان وقت التحضير نجيب الطاسه بتاعتنا اللي شرط ما تكونش بتلزق معاك وننزل عليها ببخبختين من الزيت، واول ما تبدا تسخن معاك تحط مقدار الكريب زي ما انا بعمل قدامك مع التوزيع. مش هتاخد منك دقيقه دقيقه ونص على نار متوسطه، وتبدا تقلبها الناحيه الثانيه وتسويها 3/4 تسويه مش اكتر، هي بس تاخد وش ولون زي ما انت شايف قدامك لحد ما نخلص المقادير كلها. وبين الواحده والثانيه تبدا تحط ورقه زبده عشان تفصل ما بينهم، واول ما تبرد خالص كده انت معاك الكريب اللي تقدر تحطها في الفريزر وتستخدمها لحد 10 ايام قدام. عايز تعملها كده اوكي، مش عايز ابدا احشيها بالطريقه اللي انت عايزها زي ما احنا النهارده هنحشيها الشاورما وهنعملها بطريقتنا المعتاده ولكن باختلاف بسيط عشان نقدر نفرزها هي كمان. واول ما الشاورما تبرد معاك خالص تبدا توزعها على الكريب وترلهم في ورقه زبده وتبدا تشيلها في الفريزر تقعد معاك يوم 2 3 لحد 10 ايام. ووقت الاستخدام قبل ما تنزل شغلك او مشوارك تطلعها من الفريزر تفك من التجميد، ولما ترجع تديها تسخين وتحمير على الجنبين. وبألف هنا وشفا على كل اللي قرب وجرب. ده انا من رايي انها تستاهل تتجرب وقتي، وربنا يوسع رزق الجميع اللهم امين. وفي الختام كالعاده ايها الساده الكرام وزي ما بدأناها ندعي على اخويا والام والامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، ومساء الزد على الجميع.